بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنشرح المتغيرات. المتغيرات بتبقى عبارة عن صندوق بتخزن جواه قيمة أو value عشان بعد كده تقدر تستدعيها. وعشان نستعملها في روبلوكس نكتب أول حاجة local عشان نعرف الفاريبل، تكتب مثلا أي اسم للفاريبل، فمثلا هنكتب player name وتحدد بقى هنا الفاليو، مثلا تكتب كده احنا حددنا هنا variable وهنا الفاليو بتاعها. دلوقتي كل مرة لما تستدعي player name هينده على طول على القيمة اللي جواها. جرب. طبعا معنا تقدر تستخدم كذا حاجة مع الفاريبل، مثلا تدمج كلمتين مع بعض. اكتب مثلا دوكا age تساوي 20. مثلا عايزين نطبع اسم اللاعب مع سنه، هتكتب هنا نقطتين كده الفاريبل التاني. جرب. طبعا اللاعب جنبه السن، هنا بس جنب بعض عشان تعمل هنا فيهم مسافة بس كده. تقدر تستخدم الفاريبل مثلا لو عايز تغير مثلا لون البارت هنا دوس هنا على البارت. كل البروبرتيز اللي هنا كده عبارة عن value تقدر تحدد عليها. دلوقتي نخش على السكريبت لوكال، تكتب مثلا بارت عادي، تكتب جيم عشان تشاور على اللعبة بتاعتك، تكتب دوت ورك سبيس عشان ينقلك هنا بالظبط، وتحدد بقى انت عايز تحدد عليه، مثلا تكتب دوت بارت عشان يحدد لنا على البارت اللي احنا لسه عاملينه. حدد بقى نميزه شوية بس كان نكتبه ايه تس، نغير اسمه هنا، تكتب بارت دوت. هنا بقى عندك كل الخصائص بتاعته، مثلا نغير مثلا لونه تساوي بريك كولر دوت نيو. تكتب هنا بقى اي اسم، مثلا ريلي ريد. نجرب. زي ما انت شايف كده نغير معانا، وهكذا ممكن تجرب مثلا كل الحاجات اللي عندك هنا دوت. كل الحاجات دي عندك نتعلمها ان شاء الله قدام. مثلا خليه دلوقتي انكر عشان ما يقعش تساوي ترو. لو جيت دلوقتي مثلا تحركه بص مش هيرضى يتحرك معاك خلاص. في حاجة تاني. خلصنا ايه متغيرات. ماشي كده نكون خلصنا اول حاجة ويعتبر ابسط حاجة فيهم هي الفاريبلز. وانتظرونا في دروس قادمة، والسلام عليكم.